بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. وأن أرعى مصالح الشعب. لهم تخيلوا ان انا ممكن اهد مصر ب2 مليار جنيه. وأن أحافظ على استقلال الوطن. مصر نفذت معظم المتطلبات التي كانت عالقه في المراجعه الثالثه، وكان اخرها طبعا تحريك اسعار المحروقات، تحريك اسعار الخبز، وسبقها الالتزام بكافه العناوين الرئيسيه. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أول خطاب له بعد التنازل عن جزيرتين. واللي علمتني دي والدتي، قالت لي ما تطمعش في اللي في ايد الناس، اللي عايز يتفضل لكل الناس بما فيها شركات الجيش. ايوه. طب شركات الدوله مطروحه. ايوه. انتوا يعني مش بتعتبروا ان اللي موجود ده فرصه؟ طب وماله؟